ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. عملنا اكله مصريه بسيطه وسهله وسريعه ومتاخدش وقت، وفي نفس الوقت طعمها خطير ومفيش حد بيختلف عليها. حطيت حله على النار فيها شويه ميه، هسلق الفراخ مسلوقه عاديه. لما الميه غليت حطيت الفراخ ونزلت عليها بطماطميه وعملتها بايدي كده وجزرايه وبصلايه ورقه اللورا كمون، ولو عندك حبهان حطي. انا ما كانش عندي حبهان، حطيت شويه فلفل اسود والملح وسبتها تغلي لحد ما بقى شكلها كده. بس كده لما الفراخ استوت بقى كنت بعمل هنا الملوخيه. انا عامله نص كيلو ملوخيه. حطيت الشوربه، حط في قلبها. انا دق الثوم في الهون، كل ما تدق الثوم في الهون الملوخيه بيبقى حلوه قوي احسن من الكب. حطيت الثوم، حطيت معلقه ثوم وحطيت عليها نص معلقه كبيره كزبره، وحطيت الملوخيه. اول ما تغلي هطفي عليها، شلتها. حطيت هنا معلقه سمنه وعلى معلقه زيت عشان بس السمنه ما تتحرقش، عشان هي زبده مش سمنه. وحطيت هنا الثومه. اول ما تصفر هنا غمقت مني سنه عشان كنت بعمل حاجه ويعني ما لحقتش. وحطيت عليها الكزبره وطشيتها على الملوخيه، ودي احلى طريقه للملوخيه، ولا تسقط ولا اي حاجه، وطعمها حلو قوي، جربيها. وهنا بعمل دقه للبتنجان بقى، طبعا جنب الملوخيه لازم بتنجان مخلل. حطيت فلفل احمر واخضر وتوم وحبايه طماطم وكزبره وكمون وملح، وضربت الكلام ده كله في الكبه، وحطيت عليهم ليمونه ومعلقه خل ومعلقتين ميه. ضربتهم بقى في الكبه اهو. وكنت طبعا كنت محمره البتنجان في الطاسه. ممكن تحمريه في الاير فراير، ممكن بقى تعمليه في الفرن، ممكن تسلقيه براحتك حسب ما تحبي يعني. انا هنا اهو بفتحه بس كان سخن طبعا. بس كده، ودي احلى خلطه بتنجان، جربيها بجد بجد هتدمنيها، تحفه تحفه. جربي خلطه البتنجان دي بجد، مش هتعملي الا هي وكل اللي هياكلوا يعني هيطلبوا منك تاني بسبب طعمه بجد حلو قوي. وبس كده، وعملت جنبه شويه رز بشعريه.